السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض الورده بتاعتنا الجميله دي، شكلها جميل جدا. يا رب كده تكون عاجباكم زي ما هي عاجباني. يلا بينا نبدا مع بعض الفيديو كده في السريع. بس قبل ما نبدا بقى طبعا الفيديو زي ما اتعودنا مع بعض بعرفكم على نفسي. معاكم سمر من قناه افكار موري. اتمنى اشتراكك معايا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ويا ريت بقى المشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. يلا بينا نبدا مع بعض. هنستخدم مع بعض خيط متوسط السمك، وهنستخدم معاه الابره بتاعتنا مقاسها 3.5. هنبدا مع بعض اول حاجه عقده البدايه، وهنطلع مع بعض 4 سلاسل. 1 2 3 4. هدخل في اول سلسله معايا واكون الدايره اللي احنا هنشتغل عليها بتاعه الورده بتاعتنا. هاخد لفه خيط واطلع من السلسله دي واطلع من اول سلسله معايا. بكده كونا الدايره اللي احنا هنبدا شغل عليها. هنبدا نطلع بقى بعد كده مع بعض سلسلتين، 1 2. ده ارتفاع اول نص عمود معايا، لفه خيط وهنزل جوه الدايره بتاعتي وهاخد لفه خيط من تحت واطلع معايا 3 لفات على الابره. هاخد لفه خيط واقفلهم 3 كلهم مره واحده من على الابره مره واحده عشان اكون غرزه نص عمود. بعد كده هبدا اخد 2 سلسله، 1 2 لفه خيط وادخل جوه الدايره بتاعتي دي تاني واخد لفه خيط من تحت واطلع معايا 3 لفات على الابره. هاخد لفه خيط اقفل ال3 كلهم مره واحده عشان اكون غرزه نص عمود. لفه خيط وانزل تاني واخد لفه خيط من تحت واطلع واكون تاني غرزه نص عمود. يبقى انا كده بكون 2 نص عمود 2 سلسله، يبقى 2 سلسله لفه خيط هكون 2 نص عمود، 1 لفه خيط اكون تاني نص عمود معايا، 2 سلسله. تمام كده كونت 1 2 3 مجموعات من نص عمود. انا هكون كام مجموعه؟ انا كونت كام مجموعه؟ 6 مجموعات. بعد كده 2 سلسله، وبعد كده باجي 1 2 واقوم قافله في تاني سلسله من فوق اللي هي الارتفاع بتاع النص عمود بتاعنا، واقفلها بغرزه منزلقه، وهقوم اخده سلسله وقافله الشغل بتاعي. وبكده خلاص خلصت اللون المستردة. هاخد بقى الخيط بتاعي ده كده واداريه في ظهر الشغل بتاعي. المستردة هداريها في ظهر المستردة بالظبط عشان ما اخليش اختلاف الالوان اللي انا هعمله في الورده بتاعتي يبقى طالع مع بعضه في الوان تانية. انا همشي دي في ظهر المستردة كده. كونا اول دور معانا اللي هو عباره عن 6 مجموعات. ال6 مجموعات كل 2 نص عمود ما بينهم 2 سلسله. هنبدا نجيب اللون التاني معانا، وهبدا اعمل عقده البدايه بتاعتي في الاول، وابدا اجيب الدايره بتاعت اللي احنا كوناها دي اللي هو اول دور معايا. وهنبدا نيجي بقى هنا كده اي فراغ من الفراغات دي اللي هي السلسله اللي احنا كنا بناخدها، السلسلتين اللي كنا بناخدها ما بين العمدان، اي واحده فيهم وهندخل فيها كده بالابره بتاعتنا ونسحب اللون اللبني من تحت. اخد لفه خيط واسحبه من اللي على الابره واشد الخيط بتاعي كده، وهنبدا احنا كده وصلنا خلاص اللون اللبني معانا. هبدا اطلع بعد كده اول حاجه هبدا اطلع ب2 سلسله، 1 2. بعد كده لفه خيط وادخل جوه نفس الفراغ ده اللي هو بتاع السلسلتين واخد لفه خيط من تحت واطلع معايا 3 لفات على الابره. هاخد لفه خيط اقفل 2 لفه خيط اقفل 2. يبقى انا كده كونت اول عمود معايا. لفه خيط وادخل تاني مره في نفس الفراغ واخد فيها لفه خيط من تحت واطلع معايا 3 لفات وهكون تاني عمود 2 في 2. بعد كده لفه خيط وهنزل لتالت مره معايا واخد لفه خيط من تحت واطلع برضو معايا 3 لفات على الابره. هاخد لفه خيط اقفل 2 في 2. بعد كده باخد لفه خيط وهننزل جوه نفس الفراغ ده واخد لفه خيط من تحت بقى، بس المره دي هعملها نص عمود، يعني هاخد لفه خيط واقفل كلهم مع بعض مره واحده كده. بكده انا كونت جوه الفراغ دوت ايه، جوه الفراغ كونت غرزه اللي هي النص عمود اللي هم ال2 سلسله اللي في الاول، وبعد كده عملت 3 عمود كامل، وبعد كده غرزه نص عمود. بعد كده هنيجي في ال2 نص عمود اللي احنا كنا عاملينهم دول وهدخل في وسطهم هنا كده في وسط ال2 نص عمود دول، تمام، وهدخل فيهم واخد لفه خيط من تحت واطلع هعمل غرزه حشو معانا فيها. بعد كده هنقوم اخدين لفه خيط وهنيجي على الفراغ اللي بعده ده اللي هي السلاسل دي تاني، وهكون تاني فرع معايا. هاخد لفه خيط من تحت واخد لفه خيط واقفل ال3 مع بعض مره واحده عشان اكون غرزه نص عمود. بعد كده لفه خيط وادخل تاني جوه الفراغ ده وهكون 3 عمود، 1 لفه خيط تاني عمود
لفة خيط تالت عمود معايا. بكده كونت التلاتة عمود. لفة خيط وهنزل تاني في الفراغ ده واخد لفة خيط من تحت واطلع اكون نص عمود عشان اقفل الفرع بتاعي. التلاتة مع بعض مرة واحدة بقفلهم. بكده كونت تاني فرع معايا من الوردة بتاعتنا. عشان اقفل الفرع بتاعي بقفله فين؟ بدخل ما بين الاتنين نص عمود دي وادخل في النص ما بينهم كده واكون فيهم غرزة حشو. وهكذا بقى بشتغل بنفس النظام، لفة خيط وادخل جوه الفراغ ده واخد لفة خيط من تحت واكون غرزة نص عمود. بعد كده 3 عمود، 1 2 3. بعد كده لفة خيط واخر واحد معايا نص عمود. يبقى احنا كده عرفنا ان الفرع بتاعنا بيتكون من ايه؟ نص عمود، 3 عمود، نص عمود. برجع اقفله ما بين النص عمود اللي تحت دول اللي هما الدور اللي قبله واقفل فيهم بغرزة حشو. ده كده شكل الوردة بتاعتنا هيكون، ده شكل الفروع بتاعتها بالشكل ده كده. هكمل باقي الفروع وارجع لكم تاني. كده كملنا كل الوردة بتاعتنا بنفس النظام. تمام. وهنيجي في اخر واحدة اهي هنقفل في النص هنا ما بين الاتنين نص عمود وعمود بغرزة الحشو اللي احنا بنعملها زي كل مرة. بعد كده عشان اقفل الدور بتاعي انا هنا معايا نص عمود، 1 2، بطلع في تاني واحدة من فوق دي اللي هي الارتفاع بتاع النص عمود اللي معايا واخد لفة خيط منها واقفلها بمنزلقة من الغرزة اللي معايا على الابرة واخد سلسلة. وبكده خلصت اللون اللبني خلاص. لان اخد الخيط اللبني ده وانضفه في ظهر الشغل اللبني علشان مخليش لون يدخل على التاني. وبكده ده شكل الوردة بتاعتنا لغاية دلوقتي. ممكن نعتبرها وردة برضو كده اهو خلصتيها بالشكل ده. على فكرة ممكن نعتبرها كده خلاص خلصانة لو حد عايز يخلصها على الشكل ده. تمام. لكن انا هكملها كمان معايا. الصف بقى الجديد ده عبارة عن اللون الابيض. هعمل فيه ايه؟ انا عايزه اعمل اللون الابيض بحيث ان هو هيضم لي الوردة بتاعتي الشكل بتاعها من فوق. اللون الابيض على فكرة مش نازل مرتاح زي الشغل بتاعي كده، مش نازل كده عادي لتحت، لا النور الابيض زي ما احنا هنشوف بقى كده مع بعض. هعمل اول حاجة معايا عقدة البداية وهنبدأ نيجي بقى كده في الوردة بتاعتي اهي. وهبدأ عايزة اوصل للخيط الابيض. هنبدأ نوصل للخيط الابيض ازاي؟ هقف فوق راس اول عمود فيهم من نص عمود الاولاني واقف فيه واسحب الخيط الابيض بتاعي واسحبه من اللي على الابرة. وبكده وصلنا للخيط الابيض. تمام. هبدأ اطلع باتنين سلسلة، 1 2. بعد كده هاخد لفة خيط وهاجي على العمود اللي بعده وادخل فيه واكون فيه غرزة نص عمود. باخد لفة خيط اقفل التلاتة مع بعض مرة واحدة. بعد كده لفة خيط وادخل في العمود اللي بعده برضو واكون فيه غرزة نص عمود. بعد كده لفة خيط وادخل في الفرع اللي بعده برضو هكون فيه غرزة نص عمود. لفة خيط وهدخل في خامس عمود معايا من الفرع وادخل برضو فيه واكون فيه غرزة نص عمود. يبقى انا كونت الفرع بتاعي كله من فوق غرزة نص عمود. تمام. هاجي هنا بقى كده في غرزة الحشو اللي احنا كنا بنعملها ما بين الاتنين نص عمود دي وهدخل فيها كده بالابرة فاضية في النص قبلها بدخل بالابرة واطلع من بعدها. يعني انا باخد الغرزة دي معايا على وش الابرة، بطلع الغرزة دي معايا على وش الابرة وبقوم اخده لفة خيط. تمام. بقى معايا لفتين على الابرة. هاخد لفة خيط اقفلهم الاتنين بغرزة حشو. بعد كده هاخد لفة خيط وهاجي في النص عمود اللي بعد كده اللي انا بادئه بيه الفرع اللي بعده وهدخل فيه واطلع فيه بنص عمود فوقيه. لفة خيط وهدخل على العمود اللي بعده واكون فيه برضو نص عمود. لفة خيط اللي بعده برضو نص عمود. يعني انا همشي ال5 عمود بتوع الفرع بتاعي عليهم نص عمود. انا كده اشتغلت 5 نص عمود. كل الفرع بتاعي من فوق بشتغله نص عمود. الاختلاف ان انا باجي في اللي هي غرزة الحشو اللي انا كنت بعملها ما بين الاتنين نص عمود وبعمل فيها ايه؟ بدخل بالابرة فاضية من قدامها. تمام. واخدها قدام الابرة واطلع بالابرة من وراها. انا كده خدت الغرزة دي قدام الابرة بتاعتي، بقوم اخده لفة خيط واقوم معدية من وراها كده واقفل عليها بغرزة حشو. بعد كده لفة خيط. ونخلي بالنا ان احنا معانا 5 عمود في الفرع الواحد، لان احنا معانا النص عمود اللي في الاول ده ساعات بيتدرى معانا شويه في الشغل بتاعنا بعد الغرزه دي. هاخد لفه خيط وادخل في اول واحد معايا اهو واكون فوقيه غرزه نص عمود. لفه خيط.
يبقى انا كل اللي بعمله بمشي على ال5 عمدان اللي في الفرع بتاعي بنص عمود، وبقوم جايه بقى هنا كده على غرزه الحشو بتاعتي اللي ما بين الاتنين نص عمود، وادخل فيها بالابره من قدامها كده، واطلع بيها بالابره من وراها، بخليها هي قدام الابره كده، واقوم اخده لفه خيط واعمل عليها غرزه حشو، وهكذا بنكمل كل الدور بتاعنا. خلاص خلصت الورده بتاعتي كلها، وجيت على اخر فرع اهو، بقفل كمان برضو في غرزه الحشو اللي احنا اتفقنا عليها، بعمل فوقها غرزه حشو اماميه. تمام. وبعد كده باجي في هنا معايا الارتفاع بتاع نص عمود 1 2، وباخد في تاني سلسله من فوق وبقفل فيها بغرزه منزلقه، وباخد سلسله تامين على الشغل بتاعي. وبعد كده خلاص كده الخيط الابيض. انا عايزه اوريكي حاجه بس عشان ما تقلقيش ان انت شغلك غلط. على فكره هي الورده بتاعتنا الابيض مش فارد لبره، الابيض تاني لفوق كده بالشكل ده، احنا عاملين اللون الابيض ضامن معايا لفوق. هدار الخيط الابيض كده معايا في ظهر كده، ده شكل الورده بتاعتنا اهي بالشكل ده. اللون الابيض زي ما احنا شايفينه كده بارز لفوق، احنا مش عاملينه اللي هو يبقى نازل لتحت، اللون الابيض معايا بارز لفوق. ونكمل بقيه الورده بتاعتنا بفص اللولي بتاعنا اللي احنا بنحب نحطه معانا في الورد بتاعنا. ده كده شكل الورده بتاعتنا اهي. يا رب يكون عجبكم ويكون شكلها حلو بالنسبه لكم. يا ريت اللي عجبه الورده بتاعتنا بقى النهارده ينفذها كده ويبعتها لنا، لا اما على الانستا لا اما على الفيس. انا سايبه لكم الرابط في صندوق الوصف تحت، منتظراكم. ويا ريت بقى اللي عجبه الفيديو النهارده ما ينسانيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد من قناه افكار موري. وما ينساش بقى المشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. كان معاكم سمر من قناه افكار موري. مع السلامه.